لو انت كونتنت كريتور وحد اخد منك فيديو نزله عنده والفيديو ده جاب فيوز، تبقى انت كده كسبت ولا خسرت؟ فكر في الاجابه لمده ثانيتين واكتبها لي في الكومنت. الاجابه طبعا ان انت هتكسب. اقول لك ازاي. في الحلقه بتاعته مع كولين ان سمير بيتكلم مستر بيست عن فيديو متاخد منه ونزل على تيك توك. الفيديو جاب 19 مليون فيوز. Yeah. Someone clipped, just like took a 2-minute segment of the video and put it on TikTok, and it had 40 million views. لانه على الرغم ان مستر بيست عنده 177 مليون سبسكرايبر وهو اشهر يوتيوبر، So many of the comments are like, "Where do I find this? What is this?" And people are just like, "It's Mr. Beast." ولكن في ناس ما تعرفوش. علشان كده هتلاقي في الكومنتس بتاعت الفيديو ناس بتسأل هو مين اللي في الفيديو ده، والناس بترد عليه بتقول له ده مستر بيست. And then like they'll respond like 2 hours later, and they'll be like, "Wow, I just watched 10 of his videos. Where has this been?" حتى لو انت اشهر يوتيوبر في الحياة حرفيا في ناس ما تعرفكش. فبالتالي لو حد اخد الفيديو بتاعك ونزله عنده، Clip my videos, react to my videos on your Twitch stream, put it on TikTok. I don't care. Just make sure you get views. هو بيكسبك بوتنشال سبسكرايبرز هيعرفوك وهيرجعوا لك، لان هم عارفين ان الشخص ده مجرد واخد الفيديو مش هو صاحب الفيديو الاساسي. وعلى سكيل اصغر من مستر بيست هتلاقي يوتيوبرز تانيين جالهم ارتفاع في عدد المشاهدات من بعد ما فيديوهات من عندهم اتاخدت ونزلت عند ناس تانية.